السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة عن المغرب يا جماعة وجمال المغرب والبنية التحتية القوية في المغرب يا جماعة. المغرب فيها طبعا بتعتبر من أجمل المدن السياحية اللي موجودة في العالم يا جماعة، وهي محطة أنظار العالم دلوقتي. فيها مدن متنوعة ومدن مختلفة ومدن جميلة. وأجمل حاجة في المغرب يا جماعة كمان إن هي موفرة كل وسائل المواصلات الحديثة، وسائل المواصلات الحديثة يا جماعة. وخاصة طبعا احنا داخلين على كاس عالم وداخلين على بطوله افريقيا. المغرب يا جماعه بتحضر لمشاريع عملاقه، بتحضر لمشاريع عملاقه يا جماعه هتقلب الدنيا. طبعا بنيه تحتيه قويه، اجمل فنادق هتعملها، اجمل طبعا بص منتجعات سياحيه هتعملها. فهي هتعمل شغل كبير جدا وشغل كبير وعالي جدا يا جماعه لاستقبال بطوله كاس العالم اللي هتتلعب يا جماعه. لكن بصراحه عايزين نخش مع بعض على طول ونخش نشوف بقى يا جماعه جمال البنيه التحتيه في المغرب، ونشوف خطوط الباسوي يا جماعه. الباسوي طبعا ده عباره عن اتوبيس او حافله نقل كبيره جدا يا جماعه، حافله نقل ذكيه متوفر فيها كل وسائل التكنولوجيا الحديثه والمتطوره. بتبقى قاعد في قلب الحافله دي، بتتنقل من مكان لمكان. طبعا يا جماعه كانك راكب في طياره، كانك راكب في طياره متوفر فيها كل حاجه طبعا حديثه يا جماعه. طبعا يبقى المغرب متوفر فيها طبعا القطار السريع اللي هو البراك يا جماعه فائق السرعه، متوفر فيها خطوط التراموي، متوفر فيها خطوط التلفريك، متوفر فيها الباسوي اللي احنا هنخش نشوفه يا جماعه بشكله باناقته بحلاوته، اللي طبعا بيتجول في قلب العاصمه ومدن المغرب يا جماعه بشكل حضاري جميل جدا. تعالوا بينا مع بعض على طول نخش نشوف ايه هو الباسوي ده يا جماعه. تعالوا بينا مع بعض على طول نخش نشوف الفيديو ونرجع تاني، يلا بينا. Stop piéton this way. 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 اليوم فاتح مارس بدات الخدمة الرسمية لكازا بسوي، واللي الطول ديالها 24 كيلومتر ونصف، وتتربط لساسفا بالسلمية وولاد عزوز بالمعارف. هذه الخدمة تتربط أيضا باقي أنحاء الدار البيضاء والمرافق العمومية ديال المدينة بفضل التكامل بينها وبين خطوط الترامواي. هذا يعني أنه بنفس البطاقة غيتمكن اليوم الراكب من تنقل عبر الباسوي وعبر الترامواي وبنفس التعريفة المعمول بها حاليا في الترامواي. غيتمكن أيضا من في رحلة واحدة من تنقل بالباسوي والترامواي وأداء المواصلة مجانيا في غضون 30 دقيقة ديال الوقت. غادي يستفيد أيضا الركاب ديال الباسوي من رحلات بنفس الجودة ديال الترامواي وبنفس تجربة السفر اللي هي سريعة ومريحة وعصرية وآمنة. فالوتيرة ديال وقوف الباسوي في المحطات غادي توصل في أوقات الذروة إلى 5 دقائق ونصف، والمحطات كلها مؤمنة بكاميرات المراقبة، وأيضا هذه الكاميرات موجودة داخل العربات وفي أكثر من موضع على الخط. وجميع المحطات فيها تأطير بعناصر بشرية لإرشاد المسافرين ولتأمينهم. كيفاش جاتكم اليوم انطلاق رسمي ديال هذه الوسيله ديال النقل الباسوي؟ واش غيخفف شويه من مشكل ديال النقل؟ صراحة مزيان، حيت غادي يساعد الناس اللي زعما من الرحمة للمدينة، غادي يكون زعما حسن. كانوا الناس شحال هذا لاقين مشكل، ما دابا مزيان. هادشي اللي يكفي انك تاخذي تذكره واحده باش تركبي من الترامواي للباسواي بلا ما تخلصي حتى شي حاجه. كيفاش جاتكم هذه المبادره هذه والثمن ديالو واش في المتناول؟ مزيانة هاد التذكرة، واحد شي 6 دراهم. مزيان الناس غادي يساعدهم بزاف، سيرتو في هاد المناطق هنا ديال يعقوب المنصور والمدينة والولفة. مزيان. لو وصلتوا معايا لحد كده يا ريت ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات وتقولوا لي ايه رايكم في دوله المغرب الجميله، وايه رايكم يا جماعه في البنيه التحتيه اللي في المغرب وجمال وروعه المغرب يا جماعه والشغل الجميل اللي بيتعمل في المغرب. نكمل مع بعض الفيديو ونرجع تاني، يلا بينا. الباسوي هو تجربه زوينه في المغرب، جا مزيان.
والله الفوائد ديالو انه ما كاينش الزحام في الطريق، دونك كتختصر في الوقت ديالك، كتختصر في الوقت. كاين كتلقاه غابيدمون كيجيب الزربه، دونك كيجيب الزربه كيوقف كتسناش بزاف ومزيان. دونك كيمشي طريق ما كاين لا اكتضاد لا والو في الطريق. زوين جواهر، حيت ما مولفش انا على حساب شارع القدس، ما مولفش في الترام بحال هكاك، حسيت احساس زوين. يعني ما مولفش طاكسيات بحال هكاك، جا خاوي جا ساكت، الدنيا زوينه بحال نقي شحال من حاجه فيه. بصراحه باش نكونوا واضحين ما قدنا فرحه حنايا سيتو اللي كنستعملوا النقل العمومي، وهذه زعما راه بالنسبه للنقل العمومي واللي كيستعمل النقل العمومي هذا تكون فيه واحد الاريحيه واحد فهمتي حتى رونق، حتى من ناحيه رونق حتى رونق المدينه، حيت خاصنا بزاف في المدينه شي حوايج اللي ما هذه، ولكن هادو من الحوايج الزوينين اللي كاينين في المدينه باش ما نكروش. دائما كاين خايب الزوين باش ما نكروش الخير ديال ما نكونوش نكار الخير. زعما هادو من الحوايج الزوينين اللي كيداروا في المدينه بحال ما قداتنا فرحه بصراحه باش شفنا هاد البيسواي وهاد الطوبيسات الدوبل فيها. انا بعدا كندوي على راسي ما قداني فرحه. لا الصراحه الرحله كانت مزيانه بحال الترامواي تماما، غير دابا هنا لي ستاسيون بدلين مي مزيانه، الرحله كانت مزيانه. الوغ الثمن مريح بزاف، الوغ الثمن مزيان. كاين الثمن ديال 7 دراهم 7 دراهم فين خديتي جوج ديال الرحلات، والثمن راه خديتي رحله واحده ب 800 درهم ولا خديتي واحد لاكارت عبأتها ب 6 دراهم. دونك مزيان، هو الفرق ديالو فرق ما بين البيس الاخر هو فرق ديال درهم، مزيان مزيان بزاف. دونك كنتمناو زعما كنتمناو غير يكون موجود بزاف المناطق في المغرب باش بزاف الناس يقدروا يستعملوه. الثمن ديالو مناسب 8 دراهم، يعني وعاد الا خلصت هذيك ديال الشهر مناسبه بزاف، نقصت عليه شحال من حاجه مقارنه انني نضيع الثمن ديال الطاكسي بيض مثلا اللي غادي تجيني 600 درهم حتى 500 درهم في الشهر، اللي غادي تجيني هادي نخلص 200 درهم في الشهر، مزيانه ليا بزاف. والثمن حنا ديما كنديروا، انا قاري شويه الكاليتي، كنديروا لو رابور كاليتي بري مقارنه مع لو رابور مع لا كاليتي اللي كاينه، وكيبان ليا ريزونابل. ما ندويش على القدره الشرائيه حيت ديك شي هضره اخرى ومسائل اخرى، ولكن ريزونابل بالنسبه للكاليتي اللي كاينه، ولا انه داخل دوبل في وما عنده ماسا ديالو بوحدو، والوقت اهم حاجه هي الوقت. لكن غادي يكون الاقبال، وانت كتشوف هذه يلا الرحله الاولى وكاين الاقبال. كما كنقولوا جي غاطي لو بيس، هما كيقولوا في الفرنسي جي غاطي لو بيس، انا كنقول كيمشي عليا الطوبيس، حيت انا اللي عايش فهمتي. هذا الفرق بين فرنسا وهما عندهم داكشي بالوقت، حنا ان شاء الله ولادنا كلشي بالوقت، حيت كتربح الوقت، وهذه هي اهم حاجه، والوقت راه فلوس. L'endroit le plus dangereux, on est d'accord, c'est le haut du trottoir. Rappelez-vous, le pare-choc, 30 cm. Là, on a plus que 30 cm. Donc si je décale pas un tout petit peu... كي جاك الباسواي؟ تبارك الله داكشي مزيان، هذا غادي ينفع الدار البيضاء مزيان، حيد هذاك الاكتضاد بعدا، بنادم يولي يقدر يحط طوموبيلته ويركب في الباسواي في الترامواي. هذا هو اللي كيبان لي انا الفكره مزيانه الحمد لله. تحضيرات لأجل إطلاق خدمة كازا بيسوي في شهر 7 المقبل مستمرة في الأشغال ديال وضع الأنظمة ووضع التجهيزات متقدمة بنسبة 50%، وبالموازاة بدينا دورات تكوينية لسائقين البيسوي. هاد الدورات غادي تستمر إلى غاية شهر 6 فين غادي نبداو الخدمة التجريبية في الظروف الواقعية للسير من دون مسافرين على طول الخطين ديال البيسوي. فالخطين ديال البيسوي المسافه ديالهم بجوج 24.5 كيلومتر. الخط الاول تيبدا في السلميه مرورا بشارع القدس ووصولا الى حي الليمون، وغادي يكون فيه 20 محطه مسافرين. الخط الثاني تيبدا في المعارف عند مدار والماس، تيدوز على شارع يعقوب المنصور مولاي التهامي وصولا الى الرحمه ولاد عزوز، وغادي يكون فيه 22 محطه مسافرين. هاد الخطين ديال البيسوي تيتلاقاو مع الخطوط ديال التراموي في 3 ديال نقاط المواصله. النقطه الاولى جات في الليمون مع القدس، النقطه الثانيه متواجده في المركز المالي ما بين الخط الثاني للتراموي والخط الثاني للبيسوي، والنقطه الثالثه جات في شارع محمد السادس مع شارع القدس ما بين الخط الثالث للتراموي والخط الاول للبيسوي. فهاد نقاط المواصله غادي تمكن المسافرين من
استعمال البسوي والترامواي بفضل التذكرة اللي غادي تكون موحدة ما بين المشروعين. فببدء التجارب وتكوين السائقين ومع التجارب اللي غادي تكون في شهر 6 في الظروف الواقعية للسير، من الواجب أننا نذكروا أهمية احترام قانون السير. فالبسوي بحال الترامواي عنده الأولوية في ملتقيات الطرق اللي خاصنا نحترموها، وما خاصناش نسوقوا فوق المنصة ولا نتمشاو فوق المنصة، فهي خاصة حصريا بالبسوي. وأيضا من الواجب توخي الحذر باش نكونوا حدا المنصة البسوي، هذا لأجل إعطاء خدمة عالية الجودة للمسافرين وباش يستفيدوا منه أكبر قدر من البيضاويين ممكن. الخدمة ديال كازا بسوي مماثلة لخدمة كازا ترامواي، فبجوجهم عندهم منصة خاصة بهم ما تيشاركوهاش مع السيارات. المحطات محطات مغلقة ومؤمنة بكاميرات مراقبة، فيها عناصر بشرية لإرشاد المسافرين. الخدمة ديال البسوي غادي تكون وتيرة الوقوف في المحطات غادي تكون عالية، غادي توصل 5 دقائق والنصف في أوقات الذروة. وهناك 3 نقط مواصلة ما بين البسوي والترامواي بفضل نظام تذاكر موحد. لا فورماسيون ديال لي كونديكتور ديالنا لا ديوري ديالها سي 2 سيمين. عندنا دي سيونس كنديرهم اون براتيك هنايا في لا لين ديال البسواي، وعندنا دي سيونس اللي كنديرهم في لاصال. بيان سور عندنا 102 كونديكتور كي سون ديجا ريكروتي، من هنا لا فان ديال جوان ان شاء الله غيكونوا كلهم موجودين. اللي كنانسيستيو عليه بزاف في لا فورماسيون ديالنا اول حاجه على لا سيكوريتي، خصو يكون عنده اون كوندويت سيكوريتير. بيان سور اوسي تكون عنده اون كوندويت سوبل و كونفورتابل بور لي كليون ديالنا لي فواياجور ديالنا. كنانسيستيو عاوتاني على واحد لو بوين مهم بزاف، سي كو خص تكون الكومونيكاسيون ديال الكونديكتور مع لي فواياجور، صافي دير المعلومه خصها تكون متاحه، وخص يهضر معاهم بطريقه اللي هي كتعكس الموين ترونسبور اللي حنا، بويسكو هو كيتسمى بيس او نيفو دو كاليتي، دونك خصها تعكس ديك الصوره ديال البيسواي اللي كاين هنا في الدار البيضاء. دونك بالنسبه للتكوين المده ديالو هو 2 ديال الاسابيع بطبيعه الحال. بهاد لا سيسيون الاولى اللي بدينا بها، وغادي يكونوا ان شاء الله من هنا الفان ديال لو موا دو جوان غيكون عندنا دوطخ سيسيون ان شاء الله. كل سيسيون غادا دير 2 ديال الاسابيع ديال التكوين. وبالنسبه للسائق خصو يكون ضروري يتوفر على بيرمي دي ديال الكار، هو اللي غيمكنو باش يسوق البيسواي ديالنا. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. زي ما احنا سمعنا مع بعض الفيديو يا جماعه، وزي ما احنا شفنا مع بعض الفيديو، ادي يا جماعه طبعا حافلات الباص واي في المغرب يا جماعه بشكلها الجميل، باناقتها، بشياكتها، بجمالها يا جماعه. طبعا ما فيش اي دوله تقدر تعمل الكلام ده وتقدر تجيب الحافلات القويه دي يا جماعه او الحافلات الضخمه دي وتشتغل طبعا في الطرق، الا ما يكون انت عندك يعني طرق قويه، طرق واسعه، الدنيا حلوه، الدنيا نظيفه. عشان الحافله الضخمه دي والحافله الكبيره دي يا جماعه لازم أن يكون لها اماكن كبيره جدا واماكن واسعه، ما ينفعش ان هي تمشي في الاماكن المزدحمه يا جماعه. فعشان كده لما تعرف ان في الدوله موفره الوسائل القويه دي، فانت تعرف على طول ان الدوله دي دوله قويه ودوله متطوره، وسائل المواصلات فيها يا جماعه يعني متوفره، الدنيا هناك هاديه، الدنيا جميله جدا. وخاصه زي ما انا قلت لكم هي بتستعد لمشاريع قويه ومشاريع عملاقه في كاس العالم يا جماعه. بصراحه الفيديو اكتر من رائع، اتمنى طبعا الفيديو يكون يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك الفيديو، اشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.